السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة مطبخ فرح. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. كالعادة اليوم جبت لكم وصفة من وصفاتي حبيت نشارككم فيها. وصفتنا لليوم خفيفة ظريف. وصفتنا لليوم هي سمك في الفرن بتتبيلة رائعة وسهلة كذلك، تجي بنينة. وشو نقولكم، خصوصا اللي يحبوا السمك وهذا النوع من السمك ننصحهم يجربوا هذه الوصفة. ان شاء الله رايحين يعتمدوا عليها ويدمنوها وتعجبهم. برك نذكركم اللي دخل عندنا جديد للقناة ونقولوا له فضل منك وليس امر، ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله ننزله من الوصفات، وكذلك لايك بعد مشاهدة الفيديو ما تنسوهناش، واي اراء خلوها لنا في التعليقات. كيما تشاهدوا هذا هو السمك تاعنا تاع اليوم. نبداو على بركة الله. بسم الله. هنا هذه السمكة تاعي تاع اليوم نقيتها مليح، شرحتها كيما تشاهدوا باش تتبيله تتشرب مليح. هنا التتبيله عندي السنه تاع ثوم ربيتها، عندي ملعقه صغيره من العكري وكذلك الكزبر وكذلك الكمون، فلفل اسود، ودرت لهم 2 ملاعق كبار من زيت الزيتونه والملح. كيما تشاهدوا شربت كامل الحوته، شربيها كامل بهذه التتبيله تجي بنينه، يعني احسن تتبيله ممكن تستعملوها، كذلك سهله. وهنا الا كانت عندكم كميه كبيره من السمك يعني تحاولوا انكم تكثروا من التتبيله وتزودوا كما نقولوا احنا. هنا كذلك من داخل انا صراحه هنا عندي سمكه واحده يعني ما كثرتش، وكذلك ضفت العصير تاع الليمون نسيت ما ذكرتوش. وهنا كما تشاهدوا درت ورق الزبده في البلا وحطيت السمكه تاعي، ضفت لها زيت الزيتونه 3 ملاعق من فوق، وشرائح تاع طماطم وشرائح تاع الليمون، وخليتها مدة نص ساعة قبل ما ندخلها الفرن حتى تشربت مليح ذاك التوابل التتبيلة اللي درناها. بعد ذلك ضفتها في الفرن قعدت مدة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة. وهنا قميت عليها انا من دخلتها بالورق تاع الزبدة. بعد ذلك كي عرفتها على طيب نحيت من فوق الورق تاع الزبدة وخليتها تحمر، شعلت عليها من فوق تحمر. عليكم الريحة وش نقول لكم، صراحة خصوصا هذا النوع من السمك يعني بدت تتبيلة يجي روعة. انا من محبينه صراحة، دائما نعتمد هذه الوصفة تعجبني صراحة، وان شاء الله نتوما ثاني تجربوها وتعجبكم. وهنا اصبح جاهز. مم الطماطم هذيك شرائح طماطم تعطي نكهة رائعة. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نقولكم الى اللقاء، الملتقى جديد ان شاء الله مع وصفات جديدة مع مطبخ فرح. الى اللقاء، الملتقى جديد ان شاء الله.